يا مساء الخير وأهلا بيكم في استكشاف سريع جدا 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 للتصوف المصري القديم وأركانه السبعة. احنا لما بنيجي بنشتغل على التصوف. الناس اللي عارفاني انا انا احمد حازم. انا بشتغل على الحاجات المصرية القديمة، بشتغل على الحاجات الروحانية، وبشتغل على الرموز، وبشتغل على اللغة بالذات. فهنعمل استكشاف سريع على التصوف. يعني ايه التصوف؟ والكلمة دي، كلمة الصوفية دي او التصوف، ده جاي منين؟ في ناس كتير بتتكلم على اسم التصوف، وقالوا دايما هتيجي تسمعي عن التصوف هيقولوا انه والله جاي من الصوف. كلمة تصوف جاية من الصوف. الواحد بيتصوف يعني بيلبس صوف. ليه اللي جاب سيرة التصوف او الصوف مع التصوف؟ قال انه والله ان الناس الزاهدة، المتصوفين الاوائل، كانوا بيلبسوا صوف من باب انها حاجة خشنة، يعني مش حاجة ناعمة وكده. آم، في تساؤلات على على الاشتقاق ده، لأنه الصوف كان حاجة غالية جدا. خشن شوية لكن هو حاجة غالية جدا. وهل إنه المتصوفين النهاردة بيحاولوا إن هم يلبسوا صوف اقتداء بالسلف المتصوف؟ فدي من الاشتقاقات الغريبة شوية، رغم ان الناس مستريحة لها جامد. آم، طيب انا هستأذنكم، حاولوا ما تحركوش الحاجة على الشاشة، وبليز ديانا لو قدرتي انك انت تمسحي الخط اللي اترسم اكون شاكر. طيب. آم، عموما فال ال آم، ده الاشتقاق الاولاني. الاشتقاق التاني عن الصفا، صفاء القلب. انه التصوف جاية من كلمة صفا وصفاء. كلمة لطيفة لأن المتصوفين بيحاولوا إنه قلبهم يبقى صافي، لكن مفيش وضوح هي جاية من كده إزاي. وفي عندنا اشتقاق ثالث بيحبوا يتكلموا عنه، عن أهل الصفة. وأهل الصفة ناس كانت موجودة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وناس متواضعين وهاديين وما نسمعش عنهم حاجة، آه، لأنهم يعني كانوا بيتحلوا بالأخلاق اللي ممكن يكون المتصوف بيحاول يوصل لها. لكن ده اشتقاق برضو غريب شوية، لأنه لما بنيجي بنبص على أهل الصفة، هم ناس معروفة. آه ما بنلاقيش إنه الحوار عن التصوف بيجيب سيرتهم أوي. بيجيب سيرة سيدنا أبو بكر، بيجيب سيرة سيدنا علي، بيجيب أكيد سيرة النبي، لكن ما بيجيبش سيرة أهل الصفة. فده غريب جدا إن أنا يبقى اسمي منهم ومش بجيب سيرتهم قوي، مش بقول هم مين وعملوا ايه وحاجات زي كده. الاشتقاق الرابع هو اشتقاق مغضوب عليه شوية. هو كلمة صوفيا. صوفيا الكلمة الإغريقية اللي بمعنى الحكمة. قالوا إنه ده اشتقاق يعني مش مفهوم قوي، ممكن يكون جاي ليه. فأنا هبص على صوفيا عند الإغريق كان معناها إيه. إحنا النهاردة بنقول إنها معناها الحكمة. فيلو صوفيا، فيلسوف، فيلسوف، هو محب الحكمة. لكن الإغريق كان عندهم جملة كانوا بيقولوا ترجمتها: الحكمة كلام المصريين، صوفيا كلام المصريين. جملة غريبة برضو. يعني ايه ان صوفيا ممكن تبقى كلام المصريين، وايه علاقتها باللي احنا جايين نكتشفه مع بعض النهاردة؟ في ملحوظة اللي متابعيني عارفينها، او بناخد مع بعض كورسات او كده، انه لما تلاقي اشتقاق لغوي موجود في مصر ومش مفهوم جاي منين، بص على المصري القديم. كلمة تلاقوا قالوا لكم والله دي يمكن تركي، يمكن عربي قديم، فارسي، ما تفهم ايه، بصوا على مصر القديمة. هتلاقوا الكلمة موجودة في
في في القواميس المصرية القديمة. يعني هتلاقوا مثال صغير قوي، احنا عندنا في منطقة في القاهرة اسمها بولاق الدكرور. بولاق الدكرور. بولاق الدكرور دي قرروا انه ان نابليون هو اللي سماها، وانه وقف ولقى انه في بحيرة جميلة، فراح قايل دي سيتان بو لاك، بو لاك، فبقت بولاق. وهي فين؟ في القاهرة، فتبقى لو بولاك دو كير. واتحرفت بقت بولاق الدكرور. اشتقاق جميل جدا وشيك لأنه فرنساوي، يعني عاملين شغل جامد جدا. لكن في بولاق أبو العلا. هل نابليون عدى النيل الناحية التانية وراح قايل الله سيتان بولاك ده أبو العلا؟ مش مفهومة قوي. لما نيجي ندور في القواميس نلاقي إن كلمة بولاق يعني مرسى بالمصري القديم. مرسى يعني بور. فزي بورسعيد في بولاق الدكرور. طب والدكرور ده عبارة عن ايه؟ الدكرور ده يعني الضفدع الصغير. فده كان مرسى جنبه أسود ضفادع، والتاني مرسى بتاع واحد اسمه أبو العيلة. فمهم ناخد بالنا من الحاجات دي لما يجي يقولوا لنا والله احنا مش عارفين دي هي أصلها صوف ولا صفا ولا أهل الصفة ولا صوفيا. بصوا في اللغات المنسية، ما دام هم اللغات اللي هم عارفينها مش عارفين يطلعوا منها كلمة قوي. بصوا في اللغات المنسية، أكتر لغة المصريين بيحبوا ينسوها هي اللغة المصرية القديمة. خلينا نبص على دي. لما نيجي نبص هنشيل الواو ونشيل اليه ونشيل بناخد الحروف الأساسية. فبناخد الإس والإف، وهنلاقي عندنا إن في 17 كلمة. الحمد لله ما هماش 40، ما هماش 140، 17 كلمة اسمهم صف. طب إيه ال 17 كلمة دول عبارة عن إيه؟ هنبص عليهم بسرعة. الكلمة الأولانية معناها يقطع، وبتتكتب زي ما انتم شايفين فوق، وبتنطق صف. ايه علاقتها بالصوفية دي؟ خلينا نتفرج. الكلمة التانية صف برضو، معناها حد يكون لطيف أو يعفو، أو معناها رحمة، أو معناها تواضع. اوكي، صف. ومرسومة زي ما انتم شايفين فوق. هنبص على الرسومات اللي فوق دي حالا. في صف معناها بائس. صف ممكن يكون معناها بائس. وصف ممكن يبقى معناها بياض البيض. البيض بيبقى فيه زلال كده، بياض مخاطي شوية، ده اسمه صف عند قدماء المصريين. وفي سكينة مخصوصة، هي السكينة من حجر صوان، سكينة حجرية اسمها صف. ومنها الفعل منها إنه يقطع الحاجة أو يقطع الحاجة ويتخلص منها، أو يتخلص من جزء منها. محمد بعد إذنك، أكيد السكينة يعني اللي جاي منها سيف. أستأذنك. جميل جدا. استأذنك خلينا نشوف الكلمات ونرجع نقول كل تعليقاتنا. تسلمي لي. في عندنا صف اللي مش مفهومة دي، وفي صف تاني سبيلنج مختلف، هنجمع السبيلنجز المختلفة لنفس المعنى مع بعض، اللي هي بمعنى برضو لطيف أو رحمة أو الحاجات الجميلة دي. وتاني بمعنى بائس. وصف بمعنى يخلط أو يختلط. وصف بمعنى يخلط أو يختلط تاني. وصف بمعنى امبارح. وصف بمعنى امبارح أو قديم. اوكي. ويقطع وامبارح، وامبارح ويقطع، وهكذا. طيب. رانيا كانت بتقول لنا حاجة جميلة جدا، بتقول إن صف ده الحرفين دول ده سكينة واسمها صف أو سف. دي شكلها كده أصل كلمة سيف، ممكن جدا. تسلمي لنا. طيب. آه اتفرجتوا على الكلمات اللي فاتت دي، هل واضح أصل كلمة صوفية؟ خلينا نعمل حاجة بحبها جدا، تحليل الحروف.
الحروف الكلمات اللي احنا شفناها كانت مكتوبة بحروف، هتبصوا كده هتلاقوا ان في حاجات منها متكررة. اوكي، هنبص على المتكرر ده. الصاد هتلاقوها في القواميس مكتوبة اس، زي ما كنا بندور دلوقتي، بتترسم برسمة من اتنين، اللي فوق دي او اللي تحت. طيب، والف ترسم برسمة التعبان الصغنن الكيوت ده. طيب، يفرق معانا ايه؟ يفرق معانا كتير. لان الصاد لما تترسم الرسمة دي، الرسمة دي في حد ذاتها كلمة وليها معنى. ايه المعنى ده؟ المعنى ده ممكن يكون شخص، راجل. الكلمة دي ما زلنا بنقولها في مصر وفي لبنان وفي تونس وفي أماكن كتير، بنقول سي، سي فلان، سي أحمد يعني الأستاذ أحمد. أوكي، دي كلمة مصرية قديمة. وفي المنطقة كلمة لبنانية قديمة وكلمة تونسية قديمة. وممكن يكون معناها أي شخص، وممكن يكون معناها هي. فالحرف ده الصاد دي أو السين دي معناها شخص، سواء كان راجل أو ست. طيب، ليها معاني تانية، بس خلينا ناخد المعاني اللي قدامنا اللي في القاموس، واللي حضروا معانا المعاني الباطنية للحروف عارفين بعض الحاجات اللي أكتر من كده شوية. طيب، الصاد التانية، خلوا بالكم الأولانية تترسم يمين تترسم شمال هتبقى نفس الشكل. الصاد التانية ممكن تترسم يمين أو شمال، حسب احنا بنكتب من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. الهيروغليفي ممكن يتكتب بالطريقتين. طيب، معناها إيه دي؟ ليها معاني. هناخد المعاني المباشرة اللي في القاموس. معنى منهم يصحي أو يصحى. تمام. معنى منهم هي. ومعنى منهم الصحة، باختصار هي الصاد بدل سنب. ومعنى يحيا أو يكون بصحة. إيه، فليها معاني كتير. طيب، والفه بتتكتب من اليمين للشمال، من الشمال لليمين. لو احنا كاتبين من الشمال لليمين زي كتب الخواجات، هتلاقوا التعبان باصص على الشمال مطرح بداية الكلام. كاتبين بالبلدي، بالعربي، بالمصري، من اليمين هيبقى مكتوب باصص يمين. طيب، معناها ايه؟ معناه يرفع، يرفع لفوق، يسند، يشيل. ومعناه التعبان نفسه. التعبان ده اسمه الطريشة. ده فيه خاصية غريبة جدا، ان هو ما بيمشيش فوق الارض كتير، ما بيفضلش قاعد فوق الارض. بيوصل لحتة ويعمل كده فالرملة تطلع من فوقه، فيستخبى تحت الارض، ما يبقاش باين منه حاجة غير القرنين الصغننين اللي فيه ده. فهو من اقل، يعني كأنه بيمشي جوه الارض. وليها معنى هو او حاجته او حاجة زي كده، زي حرف اله في العربي، يعني كتابه، فكان يتقال كتابه في. اوكي. طيب، يفرق معانا ايه ده؟ يفرق معانا التالي. الجدول ده يقول لنا ان الصاد، المعني اللي حضراتكم شفتوها معانا اهي، اللي على اليمين، معناها شخص او هو او هي او يصحى. تمام، او صحة. طب والفه معناها يرفع، يرتفع، او هي ترتفع، او معناها الطريشة اللي هي تبقى حاجة على الارض بالظبط، او معناها هو او هي. طب نحطهم مع بعض كده يطلع لنا العمود اللي في الاخر. كلمة صف بالشكل، بتحليل معاني الحروف، معناها شخص يرتفع أو شخص يرتقي، شخص بيطلع لفوق. هو يرتقي أو يرتفع، هي ترتفع. أو شخص مع الأرض، شخص اللي هي صاد مع الأرض اللي هي الطريشة. يعني إيه مع الأرض ده؟ واقع يعني، يعني شخص متواضع.
الامريكان بيقولوا لغايه النهارده حد داون تو ايرث. يعني ايه داون تو ايرث؟ يعني مش مترفع. غريبه جدا. صف ينفع تبقى معناها شخص يرتقي بس مش متعالي، شخص متواضع. وممكن يكون معناها كلمه صف دي على بعضها يصحيه، يصحي هو، او صحه هو، صحته. وبالتالي احنا عندنا دلوقتي كلمه صوفي، يا اما معناها جايه من الصوف، يا اما من الصفا، يا إما من كلمة إغريقية، يا إما من أهل الصفة، يا إما يكون معناها شخص يرتقي، وفي نفس الوقت يكون معناها شخص متواضع، وفي نفس الوقت يكون معناها شخص بيصحى، وفي نفس الوقت شخص بصحته. كأن الشخص لما بيدور على صحته، صحته طبعا الروحية، ده الشخص الصوفي. اوكي. أستاذة فاطمة بتقول لنا شخص زاهد، اللي هي فكرة إنه شخص عند الأرض. طبعا. أستاذة أمل مبسوطة الحمد لله. تسلمي لي. اوكي. فاحنا عندنا دلوقتي المعنى الحرفي للكلمة هي اللي احنا شايفينه ده. لو كانت الكلمة دي مصرية قديمة، هي مصرية قديمة ولا لا؟ ممكن نبقى نبص بعد شوية، لأن آم، في علاقات معينة ممكن نبص عليها حسب الوقت بتاعنا هيسمح، ولا نبقى نعمل قعدة تانية في ده. طيب، احنا كده حللنا المفهوم؟ لا، احنا كده حللنا الحروف. الحروف اللي من كلمة صف. امال المفاهيم عبارة عن ايه؟ لقينا في كلمات متكررة، فخلينا نبص مع بعض. الكلمات دي كتير منها، خمسة منهم كانوا معناهم امبارح. خمسة منهم كان معناهم امبارح. اوكي. واحدة منهم كان معناها امبارح، او آم، كان معناها امبارح، او قديم، اللي هي دي. تمام. لكن بقية السبellings معناها امبارح بس. السبelling بس بقى هتلاقوا انه في الشمس هتلاقوا فيه علامة الصاد، هتلاقوا علامة الف، هتلاقوا علامة الصاد والف فوق بعضها. التعبان متغير في واحدة فيهم يعني. دي سبellings مختلفة موجودة في القاموس اللي بستخدمه في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي دي، آه، في فهم الكلمات. بالنسبة لحضراتكم، لو الركن الأولاني لأن الشخص يكون بيرتقي ويكون بصحته ويكون متواضع ويكون الكلام ده كله، انه يكون متصوف، لو الركن الاولاني مع الكلمه دي، اكتبوا لي كده في الشات لو تحبوا، ممكن يبقى علاقتها ايه بان انا ارتقي او ان انا ابقى متصوف؟ ممكن أقول قولي. أنا شايفة إن الشخص لما بيكون متطوف بيبقى هو قاعد على الأرض، بس حالته النفسية بتعلى وبتعلى وبتعلى كل ما بيفكر أكتر في ربنا أو اوكي. في الكون كله. اوكي. والكون كله ده ربنا هو اللي مديهولنا. ف مم. ف ففكرة الارتقاء لأعلى ولا أعلى هي فكرة الشخص اللي بيرتفع نفسيا وصحيا وكل حاجة. يعني الصحة بتطلع جميل. جميل. انا بس عايز اشوف كلمه امبارح، إيه علاقه كلمه امبارح بالموضوع؟ ايه علاقه القديم بالموضوع؟ صح. ماشي. نفكر فيها. أقدر أقول حاجة؟ شور شور. يعني انا متشكر جدا آه، سامع على انك تحكي لنا المعاني دي مع بعضها، واللي يبدو انها متضاربه، هي متركبه ازاي. فانا متشكر جدا. انا بس علشان الوقت فمركز على كل احنا عندنا 7 اركان، فالدنيا سريعه شويه. فتسلمي لي. امل، اتفضل. من بعد تحليل الكلمات وإن احنا نوصل بأنه الشخص الصوفي ممكن يكون شخص بيرتقي ومتواضع، زي ما حضرتك حللت. ارتباطها ايه بقى بصف أمس؟ في اعتقادي انه الصوفي اللي بيرتقي فعلا بأخلاقه او بروحه
بيربط كل ده بالماضي، بماضيه هو، بماضي الخلق، بماضي تكوين الكون، بداية الخلق. يعني في اعتقادي إنه تفكيره دايما بيكون بداية الكون. الخالق خلق من الأزل إزاي. فدايما بيبقى شغله الماضي السرمدي، والمستقبل طبعا، والحالة الروحية اللي بيحاول يوصل ليها. جميل جميل يا أستاذتي. ورانيا بتقول لنا حاجة، إنه يرجع لأصله. جميل جدا 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 إنه يرجع لأصله، يشوف ال الأساس بتاع الدنيا، وبتاعت أصله إيه، يشيل من عليه كل الحاجات الإضافات اللي هي مش بتاعته قوي. وسماء بتقول أعتقد إنه بيتحول من مكان لمكان أحسن كل يوم، فهو بيقيس نفسه بإمبارح، فإزاي إن هو اتقدم لقدام. آم، وفاطمة حجازي بتقول لنا انه ما بيتطلعش المستقبل، ما عندوش طموح. يعني مش قاعد ميت على القرش، مش قاعد يعني هو كأنه عايش في الماضي، بس هو عايش النهارده. دي نقطة مهمة جدا ممكن نتكلم فيها أكتر. بتقول لنا كمان أستاذ فاطمة طموحه الوصل لمعية الله. ما عندوش الطموح اللي هو بتاع النهارده وبكره، تركيزه مش على بكره قوي. ودي نقطة مهمة، إنه في في أيام جدودنا القدام، امبارح والنهاردة وبكرة موجودين، بس الفكر مش الفكر اللي ميت على بكرة زي الفكر النهاردة الأمريكاني مثلا، اللي هو احنا بكرة عايزين نعمل ايه، هنحقق ايه، عندنا تارجت، عندنا مش عارف ايه. الروح دي مش موجودة. اللي بتحكيه لنا انه ما بيتطلعش المستقبل. فكرة انه احنا عايشين على قديمه. عارفين كلمة على قديمه، اللي هو احنا عايشين مش بنجري على الحاجات الجديدة. ان احنا الانجليزي يقولوا ايه، على الشخص اللي مش ميت على انه، اللي ما عندوش الطموح السلبي، يقول لك he knows his station in life. يمكن كلمة قديمة شوية، لكن انه الشخص ده عارف هو فين وعايش كويس وبس. تمام. دي نقطة من النقط، طبعا ممكن نتكلم فيها اكتر في مره تانية. فالركن الاولاني بنتكلم على ان هو باصص على الحاجات على زمان. طيب زمان فيها ايه؟ فيها الحاجات الجميله اللي حضراتكم شاركتونا بيها، لكن فيها كمان حته انه بيقتدي بالقديم. يفضل يعني، انا لو عندي حلين، حل احنا عارفينه وحل ما نعرفوش، اللي نعرفه ايه احسن من اللي ما نعرفوش. القديم متجرب سنة، ومتجرب 10 سنين، ومتجرب 100 سنة، ومتجرب 1000 سنة. في حالة مصر متجرب 1000 سنة. ما تجيش تغيرها لي بقى، معرفش هتشتغل ازاي. تمام. يومنا بتقول لي روتد. روتد، حد متجدر، حد عايز يطلع فروع لفوق، لكن هو في جدر تحت. تمام. الاقتداء بالمعروف. كارين. I want to also say it's the return to the origin and the living in the moment, but also not losing touch with yourself as you're in a continuous progression, as opposed to what can often happen is you lose yourself in the moment, but in this case, there's a continuity of yourself and maybe an awareness, sort of that continuity from where you come from and where you're going, together with the return to origin also and the living in the moment. سي. فكان بتقول لنا برضو انه هو انك عايش النهارده، بس انت عارف اصلك، مربوط باصلك. النهارده مش منسيك اصلك. وده بيربط مع كلمات التانية اللي كنتوا بتقولوا لنا عليها. مش تايه في الدنيا، مش ناسي نفسك. كمان حتة الماضي أو امبارح، الاقتداء بالسلف الصالح. يعني احنا مثلا في التصوف اللي هو المعاصر، تصوف إسلامي، فهتلاقي إنه في إننا بنبص على النبي. طيب النبي ده ك كإنسان، يعني واصل لدرجة عالية جدا، بنقتدي بيه.
تمام. بنقتدي بسيرته، بنقتدي بالسنة، بنقتدي بنقتدي بمين تاني كان عمل حاجة كويسة. تمام. طبعا أيام جدودنا ما كانش فيه لسه سيدنا محمد، لكن كان عندهم برضو الحكماء، وعندهم مين اللي عمل الحاجة دي قبل كده، و ومين اللي ممكن نقتدي بيه. ففكرة الاقتداء بالماضي كأنها تجربة عملية، في حد حل السؤال ده قبل كده، فاحنا بنحاول ان احنا نبص عليه. في الاقتداء بالمعروف. المعروف يعني قديمه، اللي احنا عارفينه. تمام. اللي بقى جت منها كلمة اننا نؤمر بالمعروف، احنا بنؤمر باللي احنا عارفينه مش بالجديد. تمام. طبعا ممكن قوي الجديد يكون هو المعروف، بمعنى انه والله هو مش العدل هو ده اللي احنا عايزين نعمله، مش الارتقاء. فالعدل دي حاجة من الحاجات المعروفة. فليه الاقتداء بالقديم وتفضيل القديم عن الجديد لو كان موجود؟ القديم لأنه هو ثابت، لأن الماضي ده ثابت. طيب، في أي تعليق على الركن الأولاني؟ حد حابب يضيف حاجة؟ احنا زي ما قلت، احنا بنجري النهارده لأنه الدنيا صغيرة. ميرسي طبعا إن انتوا جايين بعد الفطار ووقتنا مزنوق. إن شاء الله يا رب يدينا خير القعدة دي. طيب، الركن التاني. الركن التاني صف برضه. الركن الأولاني صف، الركن التاني صف برضه. إيه الصف التانية دي؟ والله إن الشخص يكون لطيف، وإنه يعفو، وإنه يكون عنده رحمة، وإنه يكون آه، آم، متواضع. والكلمات أعتقد إنها شارحة نفسها، إلا لو حد حابب يضيف حاجة. أستاذة فاطمة بتقولي دايما المتصوف بيشوف الجمال مش القبح، بيشوف المزايا مش العيوب. وده من مشاهداتي لبعض المتصوفين القريبين مني. ده شيء جميل جدا، تسلمي لي. وهنا بيبان ربط لحاجة من الكتابة. احنا مش شغالين قوي على الكتابة، لكن شفتوا الحرفين الأساسيين اللي موجودين، وبقية الحروف مش منطوقة اسمها يعني محددات او حاجه زي كده. انه determinatives بتعرفنا المعنى. فهتلاقوا انه في الرسمه اللي في النص دي، هتلاقوا انه حاطط ايده على بقه، وهي الكلمه معناها لطيف، لسانه حلو، كلامه خفيف على قلب الناس. تمام. ويمكن اللي بتقوله لنا الأستاذة إنه بيشوف الجمال، ويمكن ده يكون من معاني المحدد التاني، اللي هو في جزء من الوش اللي هو حوالين العين، لكن بقية الوش. طيب، لما نيجي نبص على ده نلاقي إنه أستاذتي اتفضلي أمل. في الرمز التاني اللي هو بالمصري اسمه رشوت، بمعنى سعادة، أو بيجي في كلمات السعادة والفرح. فهو الصوفي أعتقد إن هو كمان بيكون إيجابي. أكيد، أكيد، تسلمي لي. ده تحليل أعمق عن الحروف المباشرة، فمتشكر جدا لمشاركتك لينا دي. آم، ف آم، احنا عندنا طيب اللطف والتواضع والحاجات دي، جواها بعض الحاجات التانية زي الرحمة، الحلم، الإحسان. وفي الأدبيات الصوفية بيتكلموا على إن التصوف أصلا هو طريق للإحسان. اوكي. والخدمه، ان الواحد يبقى متواضع، انه يخدم اللي حواليه الاخرين، يبقى لطيف مع الاخرين. اوكي. فده الركن الثاني اللي هو اسمه صف برضه. الركن الثالث، لو ما حدش حابب يضيف حاجه تانية، غريب شويه بقى، نبتدي ايه ناخد شويه حاجات مش مباشره كده. الركن الثالث يقول انه الشخص يبقى بائس. ايه ده؟ ممكن يبقى معناها ايه دي؟ لو حد حابب يشارك. من الحاجات. اه، هاجر. اوكي. هيدا اللي بيسموه عنا، اللي بيسموه تخلي. يعني في تخلي. عنا تخلي، تحلي، تجلي، اللي هي بالتصوف. فكل ما الإنسان يتخلى
يتخلى عن الماديات، يتخلى عن كل اللي بسموه العلائق، كل ما هو يصفى أكتر. فلما يتخلى بيتحلى بيتجلى. وهون فكرة، حتى الفكرة الصوفية بأنه الوصول إلى حتى ممكن رؤية الله أو الخالق، يمكن من هون جاية هاي الفكرة. جميل. فهو هنا اللي بتقوليه لي انه هو مش فكرة انه بائس، هو متخلي، هو مش متشبث بالعلائق. تمام، اشكرك. هاجر. هي برضو كلمة بائس مش بالمعنى اللي هو البؤس حد متضايق، بس ممكن تبقى بمعنى إن هو من كتر ما هو مهموم لو هنتكلم على الصوفي اللي هو المتقرب لله يعني، اللي هو المهموم ب... بآخرته، مهموم بالحاجات اللي هو محتاج إن هو يعملها، مهموم. يعني في أحاديث، بس مش عايزة أدخل برضو الدين قوي، بس يعني في أحاديث إن في ملائكة من وقت ما ربنا خلق النار ما ضحكوش، من كتر ما هما ما شايفين قد ايه في عذاب في الاخره او كده، فهو مهموم ان هو يفضل محافظ على طريق ان هو يبقى كويس، ان هو يحقق المعاني اللي زي اللي قلتها من شويه. فمن كتر ما هو مهموم بيها مش قادر قوي ان هو يبقى مستمتع الاستمتاع اللي هو الضحك والفرفشه والحاجات اللي زي كده. تمام تمام. أستاذة فاطمة بتقول لنا إنه هي مش فكرة بؤس، هي فكرة إنه رضا بقضاء الله. هو رضا بالمصيبة. فهي أنت هو مش بائس، هو راضي. لكن هي الفكرة إنه اللي هيبص عليه من بره هيبص عليه إنه هو مستحمل كل ده ليه؟ وبتضيف لنا وبتقول لنا إنه هو مهما عمل مش هيغير اللي ربنا أراد له. وبالتالي هو بيسيب ما يبدو إن هو بؤس ده، لكن هو من داخله ان هو راضي بقضاء الله ده. تمام. فدي ثلاث حاجات مختلفة. كارين بليز. Maybe partially it also brings you closer to balance. You don't lose yourself in uh, the very earthly or worldly things that can lose you, like the extreme pleasure and extreme forgetting yourself. I think it keeps you more grounded when you're balanced in terms of neither too high, maybe not even too low, maybe not miserable, possibly too low, but you're more in touch with the balanced emotion, sort of. And then you're more aware of yourself because you don't lose yourself all the time up and down. You stay more or less always on that level of one. ميرسي ميرسي. فكارين بتقول لنا والله ممكن يكون فكرة انه الواحد يكون متوازن، ما ينساش نفسه، ما يبقاش مبالغ في فرحه، مبالغ في حزنه، انه يبقى لاقي نفسه شوية في حتة توازن متوسط بعيد عن المبالغات. فأستاذة ماجي بتقول لنا يعني زاهد، يعني هو القصة دي إن هو م- يعني متعايش مع ما يبدو إن هو بؤس، فهو زاهد. اللي بره ممكن يشوف عليه إن هو بؤس. طيب، ودي نقلة جميلة جدا جدا جدا، لأنه هي إيه أشهر كلمة الناس عارفاها عن المتصوفين؟ فالزهد أو الفقر. الأستاذ دانا بتقول المتصوف بيقول عن نفسه إنه أنا مسكين، يعني مش عايز إن أنا أتطاول على الآخرين وأتعالى على الآخرين. تمام. أو حد يقول إيه الفقير. الفقير الفقير ممكن يبقى ملياردير، بس هو فقير لأن هو مش متعلق مع ده، هو زاهد. زي ما كنت بتقولوا، هو يعني بعيد عن الحاجات دي. هو قادر إن هو يبقى مدرك لضعفه، ومدرك لأنه الحاجات الدنيوية دي مش هتوصله، يعني مش هتغنيه عن ربنا حاجة. فممكن إن هو يكون إن هو الإدراك ده ممكن هو ده اللي بيوصله لحالة إن هو بغض النظر معاه كام فهو فقير. أوكي؟ مش بالمعنى ان هو من جوه متأذي بالضرورة من
ده. الركن الرابع كلمة مش معروفة. آم، اللي بنشتغل مع بعض في الشغل الأعمق شوية، الكورسات الطويلة شوية، عارفين إن إحنا بناخد الرمز اللي في الآخر ده، أو الرمز اللي هو مش معتاد، وبندور عليه ده معناه إيه. الرمز اللي في الآخر ده اللي هو على اليمين ده هو رمز حبل. هو رمز حبل. ف آه، فرغم ان ترجمة القاموس، وبالمناسبة حتى كلمة ميزربل مثلا احنا شفنا انها ممكن ما تطلعش دقيقة، لانه في الاخر دي كانت لغة ميتة، والناس كتر خيرها كانت بتفك الحاجات دي. الكلمة اللي مش معروفة دي هي نوع من انواع الحبال. فقد يكون قد يكون فكرة الركن الرابع هو التزكية. هو ان انا اما بتقول لي انه الوصل، ممكن أوي يكون الوصل. انا لما بصيت على او الاتصال، لما بصيت على الرمز ده، لقيته متكرر كتير قوي في الحبال اللي بتشد المراكب. بيقول الحبل القداماني اللي بيمسك الصاري القداماني، الحبل اللي بيربط مش عارف ايه، الحبال اللي في المركب بتاخد الرمز اللي في الآخر ده. فممكن طبعا يكون ليها معنى حبل الوصل. آه وممكن يكون ليها معنى إنه أنا كسفينة في العالم بربط نفسي بحاجات معينة علشان أكون متماسك في رحلة الحياة. فهنا هيكون معناها التزكية، إن في أجزاء من شهواتي، في أجزاء من أفكاري، في فكرة سلبية بتلح عليا، أقدر إن أنا أربطها. فقد يكون ليها المعنى ده، قد يكون ليها المعنى ده. شكرا أستاذ أمل. حد تاني يحب يضيف حاجة على الرمز ده؟ أوكي. الركن الخامس الاختلاط. إيه بقى الموضوع ده؟ حد عنده أي تصور عن ممكن الخلط أو الاختلاط ممكن يكون آه معناه إيه؟ أو إيه علاقته بالتصوف؟ قصده ممكن اقول حاجه. أكيد، يا ريت. ممكن مثلا فكره الانكلوجن او الدايفرسيتي، ان احنا نقبل الناس كلها ونكلود دايفرسيتي اند انكلوجن، يعني من الاخر. حلو أوي، حلو أوي، متشكر. فإحنا كنا بنتكلم إنه الراجل متواضع أو الست متواضعة، فهنا بنتكلم على إنه بيقدر يختلط مع الناس. تمام. فمتشكر جدا إن هو مع كل الناس، اللي هم الناس اللي مش شبهه، الناس الأفقر الأغنى، اللي من ثقافة تانية، من بلد تانية، من عمر مختلف، الناس المختلفة. تمام. أنا فكرت برضو إنه قد يكون له علاقة بالخدمة والحياة. أنا النهاردة لو رحت قعدت في وسط الصحراء، هل أقدر أقول إن أنا عامل ريجيم؟ أصل أنا ما باكلش شوكولاتة، أنا ما عنديش شوكولاتة أصلا عشان ما أكلهاش. أوكي. فأنا لما أكون حبست نفسي بعيد عن المغريات، هل أنا ما بعملش الحاجات دي؟ صح، ما بعملهاش. بس هل أنا ارتقيت تاني؟ صف معناها الإنسان المرتقي؟ لا، مش مرتقي. فلما أندمج مع الناس، هنا يبان إذا كنت عرفت أرتقي ولا لا. طيب انا المفروض ان انا اكون متواضع. طيب لو انا قاعد في بيتنا، ما اكيد ما انا مش هشتم حد هشتم مين يعني؟ انما لو انا رحت اندمجت مع العالم واتنرفزت على الناس وكان عندي قدرة. اوكي. فدي نقطة مهمة. استاذ دعينا بتقول لي انه ممكن يكون انك تختلط مع الجماعة اللي بتعمل على الارتقاء سويا، زي جماعات الخير اللي احنا متجمعين النهارده. فده ممكن جدا يكون هو ده الارتقاء. ممكن جدا. آم، مين تاني يحب يضيف حاجة؟ أمل؟ أحب قبل برضو الجميع. يعني أنا علشان أنا بحب الرموز الهيروغليفي قوي أو الميدونيثر، فبرضو العلامة اللي هي
دي 40 فيها بتعبر دايما في الكلمة اللي هي عن القوة الدراع اللي أو عن تحت اللي ماسك بالظبط. الصولجان. بالظبط اتفضل. دي دايما بتعبر لما بتيجي في أي كلمة عن القوة أو العنف ممكن أو صعوبة حاجة. صحيح. فالصوفي يعني دايما بيعمل وبيبقى فيه صعوبات بيقابلها، وإنه بيواجه الصعوبات دي وإنه بيعمل بجد يعني. تمام. فبرضه من الرموز اللي بتبقى مكتوبة في الكلمة بتديني معاني الكلمة. بالظبط. صح جدا، صح جدا، اشكرك. ف ف فهنا بتكون الدراع ده بتلاقوه دايما في الكلمات اللي فيها زي ما اتوصف دلوقتي حتة قوة. يعني تلاقي مثلا انه في إدارة معينة، في الدفاع، في هجوم، في الحاجات زي كده. تمام. فهنا في حتة صعوبة في الموضوع. وأستاذة ماجي هنا بتقول ليه ما تكونش قوة إيمان. تمام. ممكن جدا، ممكن جدا. احنا هنا بنفتح لبعض الافكار عشان نقدر اننا نوصل لحاجه. استاذه فاطمه بتقول ده بنشوفه في الموالد والعمل على خدمه التابعين، انه الواحد رايح يخدم وجاي و وطبعا الظروف، الواحد ما بيبقاش قاعد في اوتيل بقى، هو الواحد بيبقى بيساعد قد ما يقدر. الناس بيبقى في ايده لقمه تتقسم على اتنين وعلى تلاته. بيسهر على احتياجاتهم وهكذا. اوكي. وفي حد بعت لي دايركت مسج انه بيجاهد، بيجاهد. تمام؟ صح جدا في فكرة الجهاد او الصعوبة دي. تمام. اوكي. فهي الاندماج في الحياة سواء كان مع الناس اللي شبهنا او في الحاجات اللي هي الاصعب في بره، او استاذ امل بتقول لي مجاهدة النفس. لما بتبعتوا لي دايركت مسج انا مش بقول الاسم قوي علشان مش عارف تبقوا عايزيني اقول ولا لا. طيب الركن السادس، الركن السادس برضو غريب شوية. الركن السادس بكل السبيلنجز اللي قدام حضراتكم دي، صف بمعنى يقطع، بمعنى يقطع، بمعنى السكين الصواني يعني اللي قلنا عليه. ايه علاقة التقطيع ده كله؟ ايه العنف اللي احنا فيه ده؟ ده ايه يا جماعة؟ شايفينه ايه؟ ايه علاقة ده بالتصوف؟ سماء. فكرة ان احنا ب... بنفصل نفسنا عن الحاجات يعني بنترقى عن الحاجات الوحشة اللي عندنا، فأنا بقطع نفسي من الحاجات الوحشة حلو، دي. حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. وهاجر بتقول لنا تقشف، تقشف. ورانيا بتقول القوة في الحق ممكن يكون فيها حتة اننا بنقطع حاجة، بنقطع حاجة. في مراتب معينة للمتصوفين لما بيوصلوا لها بيبقى مش مجرد ان هو بي بيعمل حاجة ترقيه زي ذكر او حاجة زي كده، انما ممكن في ناس يبطل ان هو يتعامل معاهم، في حاجات ممكن يبطل يعملها فبيقطع. تمام. و وامل بتقول لي انقطاع عن العالم احيانا اللي هو جزء الخلوة. انا قطعت، قطعت ايه؟ قطعت تشبثي بالعالم. اوكي. تمام. تسلم انت. فهنا القطع هو الركن السادس، هو القطع مع النفس، الدنيا، مع الاجزاء القليله بتاعتي. الاجزاء انا في مراتب للنفس وكلام من ده. ال 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 الاجزاء الضعيفه في نفسي بقطع معاها، بقطع مع الشهوات، بقطع مع اللي كنت بعمله اللي اسمها التوبه، جهاد النفس اللي كنت قلتوا لي عليه. بيساعدني في الكلام ده الصوم اللي بنصومه، مراقبة الذات. المراقبة ممكن يكون معناها برضو مديتيشن. الخلوة زي ما كنا بنقول، لسه كنت بتقولي انقطاع عن العالم أحيانا اللي هي الخلوة. أوكي. فده الركن السادس، وهو اسمه إيه؟ اسمه صف. بالمناسبة السكين الصوان اللي هو الفلينت نايف دي، المصريين القدماء كان عندهم ختان الذكور بالمناسبة، مش الإناث، ما كانش فيه ختان إناث خالص.
رغم ان هم بيسموه ختان فرعوني بغض النظر عن كلمة فرعوني، بس ده مش موجود في ختان ذكور. وده كان على فكرة انه آه التكريس لله، اننا هنبقى يعني علامة دينية انه المصريين مختونين واللي هي الطهارة، وباقي الشعوب لا. فاحنا عندنا الحتة دي. الختان اللي هو اللي هيتم بيه العلامة، علامة التكريس لله، كان لازم يتعمل بسكين صوان. واضح ان الطقس كان بيتعمل من العصر الحجري من قبل ما يبقى فيه سكاكين معدن. فرغم ان كان عندهم سكاكين معدن، انما الطقس الديني كان لازم يتعمل بسكين صوان. فهنا نلاقي انه ده قطع، مش اي قطع، ده قطع طقسي. زي ما شفنا، بقطع حاجة لتكريس نفسي لله. التوبة مش بتوب علشان أنا الكوليسترول عالي فبتوب عن مش عارف إيه. مش بصوم علشان أنا مضطر إن أنا أصوم عشان في حد بيجري ورايا. لا، هي فكرة إن أنا بقطع قطع طقسي لله. يعني لله بقى بكل أسمائه يعني. طيب، لو ما فيش حد حابب يضيف على الركن السادس، عندنا الركن السابع، وهو بياض البيض، زلال البيض. ده إيه علاقته بالموضوع يا جماعة؟ إيه علاقته بالموضوع؟ الشفافية. جميل قوي، ما تقولي لنا كلمتين كمان عليها. آه، الصفاء، حلو. النقاء. حلو قوي. آه، هي أول حاجة جت في دماغي شفافية المادة. جميل جميل جميل. فالشفافية، نيجي نقول انه فلان ده عنده شفافية ولا لا. استاذة ماجي بتقول لي ان كل الصفات المذكورة هي نفس قيم الرهبنة، اللي هو التصوف المسيحي. ما هو طبعا في الراهب اللي هو بيبقى متصوف لكنه منقطع، وفي طبعا الزهاد المسيحيين اللي بيبقى رايح الشغل وراجع وعنده عيلته وكده، وبرضه يعني متصوف مسيحي. فده يأكد ان الافكار دي موجودة في مصر من قبل كلمة التصوف ما تبقى موجودة في الإسلام، بس هي موجودة في المسيحية. ففيها مثلا إيه أستاذة ماجي بتقول لي، هو بتقول لنا الفقر الاختياري اللي هو اللي احنا كنا بنقوله من شوية، البعد عن العالم كنا بنقوله، الزهد، توحد في البرية للصلاة، أو هي إيه الخلوة، الانقطاع عن الحاجة. فمتشكر جدا جدا جدا. ففعلا إحنا ال 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 الروحانيات المصرية القديمة هتلاقيها موجودة في وسط المسيحية المصرية، وراحت للمسيحية في العالم من المسيحية المصرية، و وموجودة في الإسلام في مصر، وراحت في حتت تانية برضه. رانيا بتضيف على حتة بياض البيض، اللي هي النقاء أو الطهر، البيوريتي. تمام. أستاذة فاطمة بتقول برضو النقاء. أستاذة يمنى بتقول التماسك، علشان هو لازج شوية، وكأن الصوفية بتحمي القلب زي ما البياض بيحمي الصفار جوه أو قلب البيضة، بيغذيها. سماء بليز. انا شايفة ان انا بحب البيض قوي لانه فعلا هو الفصل رهيب بين النقاء الفظيع وبين القلب، او اللي هو الحاجة التانية. بس انا بالنسبة لي البيض ده هو بداية الدنيا، بداية افصل نفسي عن الحاجات التانية برضه، نفس فكرة القطع. بس نفصل ده عن ده. بس البيضة فعلا هي نموذج بيتشاف من الموضوع ده، مش بس بقى صوان والقصة اللي انت حكيتها لنا جميلة جدا، أنا أول مرة أسمعها. بس هو ده اللي أنا شايفاه، يعني أنا حاسة بيه أوي. شكرا. أميلي ميرسي خالص. كارين. I feel like it could also be like symbolically like a growth from within.
like an inner essence, because the usually that's the part that nourishes and that like is almost like the part that makes it possible to grow and to a very central part to an essence of a growth. كان بتقول لنا على حتة إنه الواحد إزاي إنه يكبر من جوه، ان هو ينمو من جوه. وده موجود جوه البيضة شوية. ما انا اسف، انا سرحت في الكلام وانت بتقوليه، فما جمعتش الترجمة كلها. بس الفكرة بتاعت النمو، والنمو من جوه. شكل خالص. واستاذة دعيانة بتقول لنا انه والله في بداية ال الحياة بتكون البيضة بترمز لبدء الحياة، وكأن المتصوف بيبتدي حياة جديدة. وكان في مصر القديمة كان هتلاقوا إن الملك مثلا له 5 ألقاب، 5 ألقاب، ومنهم اسم الميلاد. وبعدين كانوا بيقولوا بقى، وده اللقب الحوري، ده لقب الذهبي، ده لقب التتويج، ده لقب. العادة دي في الحقيقة موجودة عندنا لغاية النهاردة في الكنيسة المصرية، إنه بيبقى فيه اسم في البطاقة. الطفل بيبقى عنده اسم في البطاقة، وعنده اسم تاني كنسي، فيبقى اسمه حاجة معينة وله اسم ديني. طيب، لنفرض إنه الطفل ده كبر وحب إن هو ينخرط في الحياة الكنسية، ممكن إن هو يستخدم الاسم الديني ده، أو إن هو عند رتبة معينة بيختار اسم جديد. والعادة دي موجودة في مثلا هتلاقوا لو اتفرجتوا على الأفلام بتاعت الهنود الحمر، هتلاقوا إنه في طفل مثلا ما تسماش لسه، أو في شخص اسمه صغير كده. ليه؟ لأنه ما حصلش موقف يعبر عن شخصيته فيتسمى بيه. تمام. ف ففكرة إنه أنا بقطع مع حياتي السابقة، دي بتحصل في الرهبانة، بتحصل في التصوف. آم، بيبقى لي حياة جديدة. الرمز بتاع بقى ايه بيكمل، يعني البيضة بتكمل رمز السكين، وبيبقى عندي حياة جديدة لدرجة ان ممكن يبقى عندي اسم جديد، اصدقاء جداد، عيلة روحية جديدة. ما بقاش اخويا واختي هم عيلتي هم لسه عيلتي، لكن انا لما رحت في حياة التصوف، او رهبانة او غيره، اصبح ليا عيلة روحية مختلفة. أوكي؟ هاجر. متهيألي في معنى هو ممكن يكون بعيد شوية عن اللي احنا بنتكلم فيه، بس يعني هو ظاهر قدامي شوية. هي البياض بتاع البيضة بيبقى مخلي الصفار طافي، صح؟ خليه ايه؟ طافي، بيطفو تمام. تمام. بيطفو بيطفو على السطح. اوكي. يعني كأن مخليه في مكانة متوسطة، أو مكانة لا هي التدني قوي، ولا إن هو منفصل عن العالم خالص، اللي هو تمام. يعني فوق خالص، يعني اللي هو في برج عاجي يعني. تمام. آه، ممكن يبقى بمعنى ال 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 آه، الترقي، ولكن الترقي الموصول بالواقع وبالحياة. دي أيوة. نقطة. النقطة التانية ممكن يكون البياض، أنا معرفش، بس يعني اللي أنا فاهماه إن في الرحم أو في حاجات زي كده بيبقى مصدر غذاء. يعني بيبقى المصدر اللي بيوصل منه الغذاء، اللي لو في كتكوت هيبقى في الصفار بعد كده، فهو بيتغذى منه. فهو محيط نفسه، او يعني محاط نفسه بحاجات، برغم ان هو منفصل عن الواقع، يعني مش متداخل قوي في رفاهيات الحياة والدنيا، لكن مخلي بينهم حاجة يقدر ان هو ياخد منها غذاء ليه او تنمية ليه او حاجة زي كده. حلو قوي. حلو قوي. تمام. ميرسي خالص، تسلمي لنا. استاذة فاطمة بتقول ممكن بياض البيض يشير للعالم كله، او بمعنى اخر غلاف حماية للعالم.
أستاذ ديانا بتقول في الحضارة المصرية القديمة بيركز البيض على البداية، فكرة البداية. حسب معرفتي القليلة هو بداية الربيع، بداية الحياة حياة. وليه علاقة برضو ليه بناكل بيض في شم النسيم؟ بداية الربيع بداية حياة، وبناء عليها بيبقى فيه الحتة بتاعت البيضة، الخضرة. شم النسيم بداية الربيع. الإيستر المصري ده هو بداية الربيع، وموجود في الثقافات كلها يعني. آم، فمن رموزه الحاجات الخضراء والبيض وكده. فمتشكر جدا طبعا طبعا. طيب وبالتالي حتى بياض البيض ليها علاقة بالتصوف. فممكن نقول إنه آه، آم، مع بعض التأمل برضو، إنه لو أنا بياض فأنا منفتح للنور، اللي هي فكرة الشفافية. كانت أمل بتقول لنا الشفافية. طيب الشفافية دي فيها إيه؟ فيها إن الله، إحنا مش بنقول إن ربنا نور السماوات والأرض. ده تشبيه إن ربنا نور. ده موجود في الإسلام، موجود في المسيحية، موجود في مصر القديمة. فربنا نور. طيب هل أنا بقى مصمت؟ يعني هل أنا حديدة فالنور ما بيدخلش جوايا، ما بيدخلش في قلبي؟ ولا أنا قادر إن أنا أنقي نفسي بحيث ان انا ازكي قلبي وانقيه من الشوائب، بحيث انه يفضل بدل ما كان اوبيك ومصمت كده ونور ربنا ما بيدخليش. لا، انا ابتديت ان انا ابقى ارق بكل الحاجات التانية اللي بعملها، والتزكية ومجاهدة النفس والاختلاط بالناس، وان انا احس بيهم، وان انا ابقى زائد. كل الكلام ده بيسمح لي ان انا لا ابقى، بدل ما انا كنت غامق، لا بقيت فاتح. ابتدى يدخل النور شويه، بقيت افتح، بقى في شوائب بنقيها. بفضل بشتغل بشوف انا ايه، انا شخص غضوب ولا انا شخص بخيل ولا انا شخص شكاك ولا انا شخص. افضل انقي الحاجات دي من قلبي لغايه ما يقدر آه، اقدر انا، نور ربنا موجود طول الوقت، انا اللي اقدر ان انا استقبله. فأقدر أسيب نور ربنا إن هو ينور قلبي. من ناحية تانية الإخلاص، إنه مش بيخبي حاجة، ما هو شفاف. هو مخبي إيه؟ هو اللي اللي في قلبه على لسانه. تمام. هو مش، ما هو الإخلاص ده بيجي، ده مش حاجة سهلة. الصدق مع النفس الأول قبل مع الآخرين مش سهل. ما يخبيش حاجة على نفسه. هو البياض كده، هو شفاف. نقاء القلب والإرادة. إيه قصة نقاء الإرادة دي؟ انا وانا واقف بجسدي كده في الشارع، في النور، في الشمس بتيجي عليا، وفي ظل ورايا. الازاز ملوش ظل، بياض البيض ملوش ظل. يعني ايه ملوش ظل؟ يعني ارادتي ما بتتدخلش في اراده ربنا. يعني شعاع النور وهو جاي، انا باجي اوقفه ولا لا؟ انا شفاف، فبلاقي اراده ربنا وبعملها. فكره الاستخاره، فكرة إن أنا أبقى شايف ربنا عايز إيه وأعمله، حتى لو كان هو حاجة صعبة عليا. تمام، ما بتدخلش في نور وفي إرادة ربنا. هاجر. هو سؤال بمناسبة الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي، مش ده كان أولى لو هما بيشبهوا الصوفي ببياض البيض عشان يتحقق فيه المعاني دي؟ مش كان أولى إن هو يتشبه بالمية؟ ممكن، لكن الشخص اللي اختار الاسم، الشخص اللي اختار الاسم آم، كان محتاج كلمة يبقى فيها كل المعاني دي وبنفس الحرفين. ده ممكن يكون من الأسباب. السبب التاني إنه بياض البيض متماسك، يعني بناخد بالنا منه. ما ممكن يقول لك زي الهوا، مش هتسمع معانا زي دي. ما اعرفش بس طبعا ممكن يبقى زي الماء، بس ده متماسك بس في نفس الوقت شفاف. يعني انا اظن عشان الازاز ما كانش منتشر قوي، فممكن كان الازاز، انا عن نفسي كنت اتخيل انه يستخدم الازاز. بس تاني، هل كلمة ازاز كانت هتبقى قريبة من بقية الكلمات؟ فبس من ناحية المبدأ ليه لا، فعلا تسلم لنا. آم، آم، سماء بتقول لنا
حلو قوي ان بياض البيض ملوش ظل. تسلميلي. تسلميلي. فاطمة بتقول لنا الزلال محمي بقشر البيض، ممكن المية تتلوث. اه، ده رد على حتة المية، انه المية احنا مش عارفين هي فين، لكن البيضة، البيضة بداية خلق. آم، آم، خلق من المية احنا عارفينه، لكن البيضة احنا مستنيين كتكوت يطلع. وفي نفس الوقت في حتة ان هي نضيفة، القشرة حامياها. شكل أستاذ فاطمة. وده من ضمن الحاجات بقى اللي بتتم ازاي؟ بتتم بالذكر. الذكر مش مجرد ان الواحد يقول، الذكر من التذكر، مش مجرد ان انا امسك طبعا كل حد حسب هو بيعمل ايه، لكن مش مجرد ان الواحد بيقول الحاجة آه، 127 مرة وتقول الكلمة دي ومش، هي مش باسورد. قد تكون معرفش. الناس دي يعني احسن مني، لكن الفكرة انه انا لما بذكر اسم الله اللطيف انا بستحضر صفاته، بشوف هل انا فعلا بعبد ربنا اللطيف، ولا انا بقول اللطيف 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 و... وبروح ازعق للناس. لا، الذكر اللي بيساعد نور ربنا، اللي بيساعدني استقبل نور ربنا. سماء. هي حاجة ممكن تكون بعيدة عن ده، بس فكرت فيها على طول لما اتكلمنا على بياض البيض. ان لما بعمل ريسايكلينج للورق فبفرده وهو ما بيبقاش ماسك نفسه قوي، فبنجيب بياض بيضة وب يعني بنفرده بفرشة لفوق ولتحت ولفوق لتحت، وينشف بعدين يمين وشمال يمين وشمال. فالبياض البيض لما بينشف هو بيمسك الورق، ويعني له حاجات اكتر من المية كتير في رأيي يعني. مادة بناء وبالتالي، أو تشكيل، وبالتالي فكرتها إنها بتشكل الإنسان، دي مربوطة أكتر من المية شوية. جميل جميل. كارين بتقول لنا إنه برضو في حتة التغذية ما هو الكتكوت بيبقى في الحتة الصفار، لو البيضة ملقحة، والغذاء هو الابيض اللي حواليه، فبيفضل الكتكوت ياكل من الابيض ده لغايه ما يكبر ويبقى جاهز ان هو يطلع. هي بتقول لنا على حته انه التغذيه الداخليه في الحاجه دي، وبتترجمها لنا امل فتحي بتقول لنا التغذيه الروحيه اللي بتساعد الانسان، او اللي هو المتصوف، ان هو يطلع آه، يطلع من البيضه. اوكي. فكده يبقى احنا شفنا انه معنى كلمة صوفيا. ليه ممكن يكونوا الإغريق خدوا كلمة صوفيا واعتبروها هي الحكمة عندهم. ليه في الإسلام كلمة التصوف استخدمت آه، كاسم، كوصف للشخص اللي بيرتقي، وبعد كده كسبع أركان. والسبع أركان سهل نحفظهم جدا لأن هم ديانا بتقول بياض البيض شفاف متماسك لزج، وفي ميكس بيلتصق بمن يمسه ومخفي. آه، ماجي حكيم، كل التأملات في محاضرة اليوم قيمة تؤكد تواصل مع أفكارنا وقيمنا بين أجنادنا وحالنا الآن. الحمد لله. شكرا. شكرا. وزي ما بقول لكم الأركان السبعة للصوفية بالمصري القديم هي صف وصف 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 وصف، وما تنسوش صف. اوكي. متشكر جدا ليكم، نورتوني واسعدتوني في القعده التربو السريعه اللطيفه دي، وتعلمت منكم. وخلينا على تواصل لو حابين حاجات معينه نعملها تاني. ونتابع على الصفحه
واشوفكم على كل خير، وربنا يتقبل مننا جميعا كل حاجة حلوة بنعملها. تسلموا لي جدا. اشوفكم على خير. تسلموا لي.